اهلا بكم. الحقيقه انا دايما بعتبر ان دكتور اسنان الاطفال الشاطر مش هو الدكتور اللي بيعرف يعمل اجراء علاجي صحيح. يعني طبعا مش قصدي اقلل من اهميه الاجراءات العلاجيه الصحيحه اللي المفروض تتعمل، بس بالاضافه لكده لازم كمان يبقى عارف ازاي يتواصل مع الطفل وازاي يتعامل مع مختلف نفسيات الاطفال. وهي دي النقطه الفارقه اللي بتفرق ما بين دكتور أسنان أطفال شاطر وعارف يتواصل مع أطفال وعارف يتفاهم مع نفسياتهم المختلفة، سواء بقى عنيد، خايف، قلقان، خجول وهكذا، وما بين حد تاني دكتور أسنان أطفال تاني يكون مش شاطر بس في الإجراء العلاجي، لكن مش شاطر في التواصل مع الأطفال أو في فهم نفسياتهم. وانا مدين بالفضل الاول واحد علمنا الحكايه دي استاذ دكتور كان عندنا في الكليه. الحكايه دي يعني عدى عليها دلوقتي اكتر من 23 سنه واحنا لسه طلبه، كان بيعلمنا اهميه التواصل النفسي مع الاطفال وازاي نقدر نتعامل معاهم. وحكى حكايه في بدايه المحاضره هي اللي اثرت فينا بعد كده كدكاتره اسنان اطفال، وخلتنا نهتم بالجزء بتاع النفسيه بتاعت الاطفال دي بعد كده، وخصوصا للي اتخصصوا في طب اسنان الاطفال بعد كده. الحكايه بتقول ان هو كان في يوم من الايام في احدى المناسبات الاجتماعيه شاف بنت مش عايزه تسلم على حد وانطوائيه وما بتتكلمش وما بتضحكش، وكمان اهلها كانوا بيشتكوا ان هم لفوا بيها على كذا دكتور نفسي وما عرفوش يوصلوا لحل. يعني هم الموضوع كان مضايقهم لدرجه ان هم ابتدوا يدوروا على دكاتره نفسيه، وبعدين كمان راحوا للدكاتره النفسيه دي وكمان ما عرفوش يوصلوا للحل اللي يخليها تعرف انها تتواصل مع الناس بعد كده. هو الدكتور ده لاحظ ان اسنانها الاماميه كانت لونها اسود ومسوسه ومكسره، فقال لهم بس هاتوها لي العياده. قالوا له انت دكتور اسنان، يعني انت مالكش دعوه بالموضوع النفسي اللي احنا بنتكلم فيه ده. قال لهم بس هاتوها، مالكوش دعوه، انتوا لفيتوا وجربتوا كل حاجه، سيبونا بقى نجرب ان احنا دلوقتي نعالج سنانها وهتشوفوا الفرق. وفعلا بعد ما عالج لها اسنانها واسنانها بقى رجعها لونها ابيض وجميله، البنت رجعت بقى يعني اتغيرت 180 درجه وبقت تقف قدام المرايه تسرح، وبقت تهتم بشكلها وبتهتم بشعرها وبتبتسم للناس وبتقابل الناس وبتتكلم معاهم، وما بقتش كمان انطوائية وعدائية في المدرسة زي قبل كده. الحكاية دي الواحد لسه فاكرها لغاية دلوقتي بكل تفاصيلها، لأن هي دي فعلا هي اللي فرقت معانا بعد كده لما تخصصنا دكتور يعني أطباء في أسنان الأطفال، وفهمنا أهمية التواصل النفسي مع الطفل وإزاي إن احنا نخليه يتقبل العلاج أهم من إن احنا نفكر إزاي إن احنا نعمل له الإجراء ده. يعني احنا بقى لما الطفل بيدخل علينا العيادة، أنا التفكيري بيبقى رقم واحد في التواصل وفي النفسية، وبعدين يجي رقم 2 ازاي ان احنا نقدم الخدمة العلاجية المناسبة ليه بناء على نفسيته وبناء على التجاوب اللي بيحصل بيني وبينه. عشان كده انا اوقات كتير جدا في الرسائل وفي التعليقات وفي الكومنتات اللي بتجيلي وفي الاستفسارات، انا في حاجات بقول لهم والله الكتاب بيقول كذا 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 كذا، بس انا مش عارف لسه هنتعامل مع الطفل ده ازاي. يعني ممكن طفل يتقبل العلاج او يتقبل الكلام اللي انا هقوله او يتقبل الاسلوب بتاعي، وطفل تاني ما يتقبلش العلاج دوت او ما اقدرش ان انا اوصل لمستوى تواصل معاه، فبالتالي هختار له اجراء تاني مناسب للتواصل اللي انا وهو هنعرف نبنيه سوا.